فمهم جدا انه تحافظوا على المستوى اللي انتم فيه مع تطلعات لقدام. الشيخ طلب هو كبير بس هو صغير فعلا. احنا بالنسبه للملعب ان شاء الله السنه الجاي الملعب بيكون جاهزة 3 ملاعب في البلد، الملعب المركزي والملعب الثاني اللي هو ملعب سنتيتي اللي اليوم انتم بتتدربوا فيه، وكمان ملعب سنتيتي، وكل محيط الملعب راح يكون جاهز حتى من ناحية شوارع. الشغله المهمة اللي هي الأساس في هذا الموضوع انه دائما يبقى عندكم تطلعات، مش نستكفي بس انه يلا بدنا السنة نلعب ونحافظ على المستوى اللي احنا فيه. للأسف في البلد اليوم في نوع من الفتور للفوتبول لعدة أسباب. احنا عندنا رؤية في الموضوع هذا. اليوم بالصدفة كانت لي قاعدة مع صديقي أبو هلال، قبل فترة كانت لي قاعدة مع أطراف ثانية. احنا نصبه لهدف واحد، انه جميع فرق الطيبة يظلها بتقدم. وبقولها علني وقلتها في عدة محافل، احنا حطينا مليون شيكل لدعم الفوتبول كرة القدم فقط. قديش بتتقدموا الدعم بيجي، فيش نتائج بوقف الدعم. هذا انا قلته وبرد اعيده. احنا مستعدين انه نستثمر كثير اموال في هذا الموضوع، ولكن ننتظر النتائج. بدون نتائج الاشي مش راح يمشي. فاخر مرة بهنيكم على نهاية الموسم، انتم ممتازين، وان شاء الله السنة الجاي نحتفل، ما يزعلوش على اصحاب المطعم طبعا، نحتفل احتفال اكبر في انجازات وانجازات اكثر. شكرا للجميع، شكرا لوسام وشكرا للحاج ولكل الاداره، شكرا لكم. احنا بندعم ابو محمد، صدق في الاشي اللي قاله، وانا يعني كل ثقه انه ابو محمد السنه الجاي راح يدعم بكل قوته على اساس انه الرياضه في الطيبه تنهض وتطلع لقدام. زي ما قلنا مهم جدا انه فريق البوغرين كبار يطلعوا ليغا الف، بس انا حسب رايي اهم من البوغرين، اهم اكثر طبعا انه فريق الشبيبي اللي عندنا نوع رقصيت يطلعوا للي اميد. وهذا الاشي انا حسب رايي مش صعب اذا شوي بنبقى جديين ونشتغل مظبوط. فيش اشي يمنعنا انه هذا الفريق يطلع لليغا الاميد. فاحنا كنا مرة كنا امل وثقة فيكم في مجهودكم مع المدرب، وفي عندنا كوادر ممتازة اللي بتقدر تصعد بالفريق هذا لدرجة اعلى. وزي ما قلت فيش اشي صعب اذا بنشتغل من اليوم نبدا نشتغل في الصيف، يعني في التجهيزات تحضيرات، مش بس لما يبدا الدوري نبدا نتذكر انه لازم احنا نبدا نشتغل ونجهز حالنا. من اليوم اشتغل على حالك، جهز حالك في البقرة، ما يسمى البقرة، على اساس اول السنه تبدا جاهز وتبدا بجري اليمين. وزي ما قلت فيش شيء صعب. انا طبعا بشكر رئيس البلديه، بشكر اخونا سامة الله، وبرضه السنين اللي فاتت وقف بجنبنا وقفه ممتازه، والاخ شادي. نشكر رامي الاخرى مره اللي